سافرت مره امريكا، انا نيويورك، انا بالظبط كنت نيويورك، وقابلت بيونسي برضو. لا بس لا يعني كان اكسبيرينس لذيذ جدا برضو. انت لما تقابل شخصيه انت دايما بتشوفها على يعني تلفزيون وفي كليبس والكلام ده كله، حاجه انترستنج قوي انك برضو تشوفها على الطبيعه، لانك بيوريك قوه التركيز في التفاصيل بالذات في الغرب. هم فظاع. لانك يعني مثلا انت تفتكر مثلا بيونسي طولها قد ايه؟ لا شكلها طويل. تفتكر طولها كام؟ يعني مثلا 175، مثلا 175 كام؟ بيونسي تبقى حوالي، لو انا فاكر صح وممكن ترجع تبص يعني، حوالي 100 وحاجه وستين، 170. اوكي. فيعني قدامي كانت هنا، قصيره، مش فاهم؟ حجمها مش زي ما احنا بنشوفها. انا دي مثلا كانت حاجه كنت مستغرب لها جدا يعني، شيء غريب جدا ازاي. بس ده الذكاء في المهنه وفي الصناعه نفسها. ازاي بياخد الزوايا اللي تديك الزوايا الانطباعات دايما والاحساس. هتلاقي كاميرا دايما تحت، دايما هتلاقي في الحته اللي بيبقى فيه كيو احنا بنصور فيه بنحط مراوح عشان يبقى فيه جراندير كده لشعرها وهي واقفه وبتغني، فتحس ان هي قامه شامخه كده. دي حاجه، دي مش حاجات كده صدفه، هي طبعا. حاجات كيوريتد وحاجات فيري، يعني الناس بتكون قاعده مركزه فيها جدا. ولا هنلبس ده مش هنلبس ده، هنلبس اللون ده عشان اللون ده احسن مش اللون ده، في وهكذا دقه بقى. قوي. فبيبقى في دقه، بالظبط دقه في اختيارات كل حاجه. ودي يمكن من الحاجات اللي انا بتحببني عامه في الشغلانه كمان. لان ده جزء من اللي انا بعمله. انا مش بس بصمم استعراضات او whatever، لا لازم تكون مركز جدا في التفاصيل دي كلها.